ما هو الإهمال الطبي وشو هي حالات الإهمال الطبي؟ هل يجب تقديم شكوى في حالات الإهمال الطبي ومتى يجب تقديم هذه الشكوى؟ علامة استفهام. واللي اتضح انه كان اهمال من الولاده. رشاد، بعد هالقد سنين بينفع الواحد فعلا يقدم طلب يعني لإهمال طبي؟ بينفع، هسه بحكي لك عنها، بس قبل مجبور اعقب على اللي قاله مهدي. طبيعي هنا التفاوت بين ايش بيشوفه الانسان العادي لبين ايش بيشوفه الانسان المختص او المحامي. مهدي بيشوفها انها شدة كتف، هي مش بالضبط شدة كتف، هي موضوع اعمق بكثير. هل هذا يعتبر إهمال طبي؟ السؤال إذا كان في تسجيل شو عملوا عمليا، وهل سجلوا كل الأشياء اللي عملوها، وهل الطبيب أو الممرضة اللي قامت في عملية التوليد هل اتخذت أو مشت حسب الشيء بسموه جايد لاينز أو الحدود الطبية المتعارف عليها. واليوم في كل المستشفيات بالذات في قسم التوليد أو في قسم النساء، اليوم في كل شغله صغيره في شيء بسموه بروتوكول، اللي هو شو لازم تعمل 1 2 3 بالتفصيل. واذا بيكون في اذا الطبيب او المولده او الممرض المولدي بتمشي حسب هذا البروتوكول او حسب الجايد لاينز وصار في ضرر، على الغالب ما بيكونش في هنا كيس او بيكون في هنا قضيه. هيك انتهت حلقتنا عن موضوع الإهمال الطبي. بنلتقي فيكم بحلقة جديدة، علامة استفهام جديدة.